السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي مصرية عايشة في تركيا. لو اول مرة تشوفوني قلت اصبح عليكم كده، والشمس النهارده ملعلعه وجميل. عايزه اقول لكم امبارح الجو سبحان الله يا ربي، سبحان مغير الاحوال فعلا. فعلا والله يا جماعه، سبحان مغير الاحوال. امبارح الجو شتاء ورعد وبرق، يعني عايزه اقول لكم جو مفزع بطريقه سبحان الله، ومخيف بطريقه مش طبيعيه. يعني ما توقعتش ابدا ان النهار يطلع بصراحه والحال يتبدل بالطريقه دي. ربنا يا رب كده يبدل حالنا من حال لحال لأحسن الأحوال إن شاء الله، ويزيح الغمة ويفك الكرب إن شاء الله علينا وعلى إخواتنا اللي في فلسطين وفي غزة. إن شاء الله ربنا إن شاء الله يبدل حالهم من حال لحال إن شاء الله، ويكتب لهم النصر إن شاء الله بإذن الله، ويكتب لهم السلام ويكتب لهم السلامة من كل حاجة وحشة يا رب، اللهم آمين. مش عايزين ننساهم من دعائنا، ومش عايزين ننساهم من الدعاء الحلو بتاعنا ومش عايزين ننساهم من دعمنا، سواء كان بالدعاء ولا بالمقاطعة زي ما احنا متفقين، والكلام ده كله مش عايزين يعني نغفل عنه. ربنا ان شاء الله يكتب لنا السلامة جميعا ويحفظنا ونعيش في سلام وامان في كل انحاء الدنيا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده شربت القهوة، وبعدين عايزه اقول لكم الفيديو متصور على يومين. الفيديو بتاع الاكلات متصور في يوم، والروتين متصور في يوم تاني خالص. الروتين ده كان يوم اجازه، لكن بقيه الاكلات كلها متصوره مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. ده كان انا هعمل النهارده اكله تركيه اسمها ميني مان. دي اكله بيستخدموها في الفطار، بتبقى حلوه قوي، طعمها حلو قوي، اللي هي زي عندنا احنا بالمصري كده او بالعربي شكشوكه. زي الشكشوكه بالظبط، نفس مكوناتها ونفس الطعم بتاعها. بس هي يعني ايه بيهتموا قوي ان هم يضيفوا زيت الزيتون، وان هم اساسا يهروا قوي الخضار. همشي معاك واحده واحده كده بالتفاصيل علشان هي طعمها حلو جدا، جربوها وهتحبوها جدا جدا. هو النهارده اليوم ده يعني كان مطلوب من دودو بنتي الصغننه اللي هي في سنه اولى ابتدائي كده. المدرس طلب ان احنا نعمل الاكله دي عشان هم عندهم مقاطع كده في الحروف هيستخدموها يعني. هيستخدموا كلمه ميني مان في المقاطع دي. فهو قال لنا ايه، طب ايه رايكم؟ اقترح علينا يعني في جروب الاولياء الامور، ايه رايكم طيب نعمل الاكله دي والولاد ياكلوها مع بعض وكده. كانت فكره لطيفه يعني، ومش مكلفه خالص لمعظم اولياء الامور. ف... فكلنا عملناها، وكان يوم قضى يعني مع الولاد كده. اكلوا مع بعض واتبسطوا والحمد لله. كانت اكله حلوه ولطيفه يعني، والولاد اكلوا خضار وبيض على الصبح كده، حاجه حلوه يعني. هي مغذيه وشهيه في نفس الوقت. زي ما انتوا شايفين كان عندي حوالي نص بصلايه كده، كنت حطاها في باب التلاجة. طلعتها وغسلتها وقطعتها قطع صغيره جدا جدا جدا. قطعتها صغير خالص، رفيع خالص، لان هو مطلوب من الاكله دي ان هي اساسا يبقى الخضار بتاعها مهري، مهري جدا. ماشي. فانا قطعت الفلفل برضو والطماطم بنفس الطريقه وبنفس مكعبات الرفيعه برضو خالص. الاول شوحت البصله مع معلقتين زيت زيتون. عايزه اقول لكم بمناسبه زيت الزيتون دوت، كانت جارتي اللي في وشي كانت جايبه لي الازازه دي كانت رايحه زياره يعني في عند اهلها في طرابزون. فجابت لي الزيت دوت. زيت الزيتون ده اصلا هم يعني معمول زيت اللي هو على البارد، اللي هو البكر ده، مطحون كده على المطحنه يعني، فاهمين؟ تحفه تحفه. عايزه اقول لكم ريحته وقوامه ولونه، يعني بصراحه حاجه كده رهيبه بصراحه. عجبني جدا جدا، وبصراحة يعني مختلف كل الاختلاف عن الزيت حتى اللي بنشتريه من السوبر ماركت. السوبر ماركت بنشتري زيت كويس ونوع كويس، بس بصراحة اللي بيبقى بيور ده بيبقى حاجة تانية خالص. عايزه اقول لكم بتمنى الازازه دي ما تخلصش يعني، بحتحت كده فيها الحاجات الاكلات اللي بتبقى عايزه زيت زيتون، بس بستخدم ده. لكن مثلا في معجنات في حاجات من دي ممكن بستخدم اللي هو الايه زيت زيتون بتاع السوبر ماركت العادي. زي ما انتم شايفين كده جبت زي معلقتين زيت زيتون وشوحت فيهم البصله لغايه ما دبلت، دخلت في مرحله الدبلان بقى قوي. وبعدين رحت ضفت لها الخضار الباقي اللي هو الفلفل المتقطع والطماطم، وعماله بقى زي ما انتم شايفين كده اشوح فيه مع بعض مع بعض مع بعض، وبظهر المعلقه كده اتاكد ان الخضار داب. تمام تمام. انا معايا بيضتين بدرجه حراره المطبخ، حطيت عليهم ملح وفلفل
وضربتهم كده زي ما انتم شايفين، وضفت كمان بابريكا مدخنه. بمناسبه البابريكا المدخنه، عشان اكتر من حد كان سائلني في القناه انت بتجيبي البابريكا منين؟ انا بجيبها والله من المحل السوري، بيبيع كل حاجه مش موجوده في المحلات التركي اللي احنا اساسا متعودين عليها، اللي هو اللبن البودر والتوابل اللي هي بتاعتنا اللي احنا اساسا متعودين عليها. يعني عنده حاجات كتير جدا، والسمنه البلدي والحاجات دي كلها. لو مش بتعملها لكنها طبعا بعملها في البيت، لكن هي اساسا بتبقى متواجده هناك للناس اللي ما بتعرفش يعني تسيح الزبده وكده وتعملها، فبتبقى موجوده هناك. وبيبقى عندهم التمر انواع تمور كتير باشكال والوان واتمان برضو. وبيبقى عندهم معجنات عاملينها، المعجنات الشاميه، يعني بيبقى عندهم كل حاجه بصراحه. فانا بجيب من هناك البابريكا المدخنه دي للي حابب يعرف انا بجيبها منين. تمام تمام. بعد ما الخضار بتاعي اتهرى، انا طبعا رجعت الاكله تاني بعد ما خلاص خلصت الخضار بتاعي اتهرى. رحت نزلت كده زي ما انتم شايفين بالبيض، وغطيته شويه وقلبته كده وغطيته شويه وسبته على نار هاديه كده، يعني 5 دقايق كمان لغايه ما استوى وبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طعمه حلو جدا، ريحته كانت رهيبه مع زيت الزيتون. بيتاكل طبعا بالاكمك التركي دوت اللي انتوا شايفينه. انا جبت رغيف وقطعته كده سلايز كده زي ما انتوا شايفين، وده كان الوجبه بتاعت دودو. اكلتها بالف هنا وشفا. طبعا هي ما اكلتهاش كلها، انا طبعا عملت لها في علبه كده، سبتها لما هديت خالص، بعدين نقلتها لها في علبه تلاجة صغنونه كده لونها ملون كده عشان تبقى فريحيه بالنسبه لها. وكنت مزوده لها شويه عشان خاطر لو حد ما عملش وعايز ياكل معاها ياكل. وحطيت لها الشوكه بتاعتها والميه بتاعتها والعصير وكل حاجه، وراحت بالسلامه. وده كان فطار دودو. ندخل بقى زي ما انتم شايفين الروتين النهارده عند الصاله بتاعتي. الصاله دي انتوا عارفين ان هي اساسا يعني تقريبا اللي بنعيش فيها بمعنى كلمه بنعيش فيها. بندخل بس اوضنا على النوم، لكن دي بنبقى قاعدين واكلين وشاربين ومذاكره والوان وكل حاجه هنا زي ما انتم شايفين كده. هي ما بتبقاش متبهدله قوي نتيجه ان هي ما فيهاش كركبه كتير، لكن بتتلم بسرعه وبتتبهدل بسرعه جدا. فزي ما انتم شايفين كده بتبقى. انا طبعا فرحانه بالشمس قوي، مش عايزه اقول لك فرحانه بالشمس قد ايه. آم، ف مفتحه بقى طبعا، شايله اللي هي الستاير البلاك اوت دي، وقلت ايه مفيش احسن من ضوء ربنا طبعا وشمس ربنا كده يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. فقلت بقى ايه نصور كده بضوء ربنا كده. فزي ما انتم شايفين كده هغير المفارش بتاعه الترابيزات والسفره. بنفضها كده كويس. خلي بالكم هي تبدو كان نظيفه ولكنها ليست نظيفه. هي مش نضيفة. هي بيبقى فيها الفتافيت بقى بتاعت البسكوتات، ساندويتش، نقط عصير وقع على السفرة، ألوان مكان ما بنلون، يعني عليها خيرات ربنا، يعني مش عايزة أقول لكم. فانا طبعا بلم الفتافيت اللي عليها وببخ بختين كده زي ما انتم عارفين من البخاخ السحري بتاعي القمر. بصوا الفوطه كانت والله العظيم مغسوله وزي الفل. بصوا اتبهدلت ازاي من الحاجات الحلوه اللي على السفره. هبدأ بقى امسح كل حاجة كده على السفرة زي ما انتم شايفين، ولمع كويس جدا جدا. وهجيب بقى بصوا فوطة تانية عشان امسح الكراسي بقى بتاعتي. الكراسي دي قطيفة كده قلاب زي ما انتم شايفين كده. بتبقى سهلة قوي برضو في التلميع والتنظيف، هي بتبقى نظيفة مفيهاش اي حاجة. انا بس ايه بمسحها كده، لو واقع عليها حاجة بسيطة كده بحاول ايه المع وانضف كده وخلاص على كده. هي بتخلص بسرعة. طبعا عايزه اقول لكم انا قلت اغير المفارش عشان احس بتجديد يعني. بصوا دي كانت ستاره عندي قديمه، اتنتشت كده من فوق. فقلت بقى ايه لا كفاياكي كده، خليكي بقى ايه اعملك مفرش. عملت طقم مفارش والله العظيم من الستاره تحفه للصاله كلها. عملت للسفره وللبوفيه وللترابيزه الركنه وللترابيزه التلفزيون. يعني بصوا زقطت بالستاره اللي باظت دي. والله ودت منظر، ومحدش اصلا كان واخد باله ولا كان ملاحظ ان هي على فكره ستاره. وبقللها كمان اكتر من كده في العرض بتاعها، يعني بتبقى ارفع من كده، بتبقى احلى كمان من كده. بس يعني ايه هي جت معايا النهارده تبقى عريضه كده شويه، بس هي اما بتبقى ارفع بتبقى شكلها احلى واشيك. المهم يعني زي ما انتم شايفين كده عملت الرانر كده زي ما انتم شايفين،
وبصوا دي لعبه بتاعت دودو، حبيت افرجها لكم، حلوه جدا. بصوا هي بتشرح بقى ايه الفصول على جنب اهي، فوق وتحتها في ايام الاسبوع بالتركي، وبعدين في الليل والنهار بالتركي، وبعدين في برضو الاشهر بتاعت السنه والارقام والساعه. لعبه حلوه جدا جدا، وفيها زي القشاط بتاع اللي موجود دوت، انتي بتحركيه على حسب بقى احنا بالليل ولا بالنهار، الساعه دلوقتي كام، احنا في انهي فصل من الفصول، احنا يوم ايه من الايام الاسبوع، في انهي شهر من شهور السنه. حلوه جدا، فحبيت اوريها لكم يعني، وفكرتها حلوه قوي قوي، بتتعلق برضو في اوضه دودو، بتبقى حلوه، بس هي كانت بتلعب بيها. مسحتها وشلتها لها وخلاص. فرشت ترابيزه السفره، وهدخل بقى على البوفيه كده زي ما انتم شايفين. هغير برضو المفرش بتاعه، هنقل المفرش ده واحط يعني هبدل المفارش، همسح بس الحاجات اللي كانت عليها زي ما انتم شايفين كده. همسح بقى بالبخاخ برضو بتاعي. النهارده بقى قلت ايه يعني المع كده واظبط الدنيا، عشان الواحد عايز يغير من موده شويه. عايزه اقول لكم ان احنا طبعا اكيد كلنا مش احسن حاجه، ومودنا مش احسن حاجه، طبعا زعلانين ومتاثرين بكل اللي بيحصل. بس احنا مضطرين نقوم ونكمل ونشتغل في بيوتنا ونحضر اكلنا ونظبط حاجتنا ونذاكر. الحياة لازم تستمر ولازم تمشي ولا نملك الا الدعاء. ربنا يا رب ينجيهم ويحفظهم يا رب، اللهم امين. ومش عايزين ننساهم من دعانا، ومش عايزين ننسى موضوع المقاطعة، وعايزين نهتم قوي ان احنا اساسا من نفضل مستمرين في موضوع المقاطعة. مش عايزين ننسى ابدا، ولا يعني نغمض كده عن موضوع المقاطعة، لان هم بيتأذوا جدا جدا واقتصادهم بيتهز. احنا مش عايزين نديهم فرصة ان هم اساسا ياخدوا فلوسنا يحاربوا بيها اخواتنا ويقتلوهم بيها. فالموضوع مهم جدا والله يا جماعة. وزي ما قلت قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، مش عايزين نبص لجودة الحاجة او نبص للبدايل ان هي مثلا ايه، لا احسن لا اوحش. اكيد مش هتبقى احسن حاجة، احنا اكيد يعني سبحان الله، يعني الحاجات اللي احنا بنقاطعها هي كانت احسن حاجة، لكن في هدف اسمى واحسن بكتير من طعم الحاجة شكلها عامل ازاي. وبالتعود والله العظيم احنا لو دورنا هنلاقي حاجات حلوة كتير كتير تغنينا وتعوضنا عن الحاجات اللي احنا استبدلناها يعني. وفي الاول وفي الاخر احنا هدفنا ان احنا اساسا نساند وندعم اخواتنا، ربنا ينجيهم ويحفظهم يا رب، ويسود الامن والامان والسلام في كل الدنيا يا رب، اللهم امين. وينصرهم نصرا عزيزا ان شاء الله باذن الله، ويحفظهم جميعا، ويرحم شهدائهم يا رب، ويداوي جرحهم، اللهم امين يا رب العالمين. فزي ما انتوا شايفين كده بقى، انا خلاص بقى ايه هنفض بقى كده. انا عايزه بقى ايه، الدنيا عايزه اقول لكم واصله لمرحله صعبه جدا، خصوصا الكنبه دي وصلت لمرحله صعبه جدا جدا. زي ما قلت لكم ان هو سهل قوي 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 ان انت تروقيها، وسهل جدا جدا ان هي تتبهدل وتوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. طبعا بتبقى ساعات فيها بقع، بتبقى فيها تلطيشات كده، فانا بحاول بالبخاخ بتاعي كده وبالفوطه بتاعتي احاول امسح كده والمع على قد ما بقدر، وبرجع بقى كل حاجة مكانها، وبنعيش حياتنا عادي، وبترجع تتبهدل تاني ونرجع نعمل تاني، وطول ما الفرح شغال عمالين نشتغل. ربنا يا رب يديم علينا صحتنا، ودايما نقوم ونعمل حاجتنا بنفسنا ان شاء الله، اللهم امين يا رب العالمين. وما نكسلش ونقوم. يعني عايزه اقول لكم انا قلت فرصه ان الشمس طالعه بصراحه الواحد يقوم يتشجع شويه. انتوا عارفين الجو بتاع البرد ده والسقعه، يعني انا عايزه اقول لكم ان احنا اساسا بنعيش هنا الاربع فصول في يوم واحد. يعني ممكن تصحي من النوم تلاقي الدنيا مغيمه والشمس مش باينه والسما لونها غامق والدنيا حواليكي كده يعني صعبه. ماشي، وبعد كده تلاقي على الظهر مثلا الشمس طلعت ولعلعت والدنيا جميله. اثناء ما الشمس طالعه تبصي تلاقي الدنيا عماله تشتي تشتي تشتي، ومتبقيش فاهمه انت في فين بالظبط، انت في انهي موسم بالظبط ما تعرفيش. وبعدين تيجي على المغرب تلاقي الجو بدأ يسقع ويغيم تاني، وبالليل تشتي. فاحنا بنعيش كده ايام حلوه قوي، ربنا ان شاء الله يعني يعدها لنا على خير. احنا اساسا مش متعودين بصراحه على الجو، يعني انا هنا بقالي سنتين اهو. الحمد لله بدات اتاقلم وكده، بس عايزه اقول لكم ان احنا في مصر يعني جونا مفيش زيه والله العظيم، يعني الحمد لله رب العالمين.
ادينا بنتأقلم، وايام بتعدي وبتبقى ان شاء الله ايام خير باذن الله، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص ببدأ بقى ايه افنش في مرحلة التنظيف. هي الدنيا ما كانتش متبهدله قوي زي ما قلت لكم، حتى الارض برضو ما كانتش متبهدله قوي. كان في بس بواقي بسكوت يعني بواقي بسكوت كده، مكان دارين ما كانت قاعده بتاكل معانا. هي دي بس اللي بهدلت الدنيا زياده يعني، لكن كل حاجه كانت تمام. زي ما انتوا شايفين كمان دخلت على صالة التوزيع اهي، زي ما انتوا شايفين ده باب الشقة. ودي الصالة بقى ايه اللي بنوزع، اللي بتوزع الاوض وكده. قلت اخدها معايا كده بالمرة، لو فيها اي حاجة كده بشفط كده زي ما انتوا شايفين. وخلاص بقى هرجع كل حاجة مكانها، هرجع الكوشنز مكانها، هرجع مثلا المخدات اللي بتاع ده الدواسات مكانها. وخلاص على كده، خلاص الدنيا خلصت. هشغل بقى بخور عشان الدنيا تبقى حلوة والريحة تبقى جميلة، ونبقى حاسين كده بجو حلو قوي كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين الدنيا بقت هدوء زي ما انتوا شايفين. بتمنى بقى ان ايه، ان الصلاة بعد ما اتفرشت ونطفت كده تعجبكم وتنول اعجابكم، وتنشطكم وتشجعكم ان انتوا تقوموا تشوفوا اللي وراكم. بصوا يا جماعه، بعد والله البهدله اما الواحد بيحس بالنظافه كده وريحه البخور اعصابه بتهدى وبتبقى جميله جدا. خلصنا الروتين بتاعنا، دلوقتي رايحين نشتري مشترياتنا. عايزه اقول لكم كان عندي شويه نواقص. انا ده الشارع بتاعي في وشي على طول، في وش العماره بتاعتي على طول زي ما انتم شايفين كده. آم، الايس بير ده فرع من الفروع بتاعته، كان عامل عروض حلوه جدا. انا كان عندي شويه نواقص نزلت اجيبها، هي مش مشتريات شهر. انا بصراحه ما بشتريش مشتريات شهر، انا بجيب النواقص بتاعتي فقط لا غير. لما بحتاج حاجه، انتوا عارفين بنزل على طول باستمرار. المحلات حواليا في كل حته، فانا لما بعوز حاجه، البازارات بتبقى طول في يومين في الاسبوع بيبقى بازارات. فانا اللي بحتاجه بصراحه بجيبه يعني، ما مش متأيده قوي بمشتريات شهر وكده. فزي ما انتوا شايفين كده انا كان عندي النواقص اللي انتوا شايفينها دي، وكان في عروض برضو حلوه جدا برضو استغلتها، مع اني ما كنتش محتاجاها قوي بس استغلتها يعني. فكره ان هي نازله باسعار كويسه فجبتها. جبت زيت، ما كانش عندي زيت، وجبت عرض السكر دوت كان نزل برضو اقل حوالي 20 ليرة. والرز برضو جبت شكارة كبيرة كان نزل عليها عرض حلو جدا. وجبت الفرخة دي برضو فرخة ما شاء الله، كان حجمها حلو ما شاء الله، حوالي 2 كيلو وشوية. جبتها وكنت عايزة صلصة زيتون شعرية لسان عصفور ومكرونة والفول اللي اهم من كل ده. وكان عرض الجبنة ده حلو جدا برضو، كانت نازلة حوالي كيلو ونص بحوالي 200 ليرة يعني. في فرق ما شاء الله حوالي 100 ليرة، فرق 100 ليرة تقريبا. فكان في عروض حلوه جدا، ما قدرتش بصراحه ايه ان انا يعني ما استغلهاش. والفول طبعا زي ما قلت لكم ان انا اساسا ما بستغناش عنه خالص خالص خالص. طبعا جبت الفول وغسلته ونقعته حوالي ساعتين، وبعدين رحت سخنت له ميه كده زي ما انتم شايفين، وحطيته وحطيت عليه شويه من معلقه صغيره من الكركم. ده مهم جدا بيمنع الاكسده. وحطيت ليمونه كامله مصححه، واحط حوالي ربع كوبايه من العدس الاصفر. ده العدس الاصفر النهارده هيبقى البطل بتاعنا، لاني هعمل منه الغدا النهارده. نتيجه ان الدنيا كانت تلج جدا يعني. اليوم ده اليوم اللي هو الشتاء دوت، هو ده اللي انا عملت فيه الاكلات اللي انتوا شايفينها دي. ودفيت المطبخ بقى ودفيت الشقه كلها بان انا كنت مشغله البوتاجاز. طبعا عايزه اقول لكم الشتاء دخل والسقعه والبرد، ففي حاجات كده معينه ما بقطعهاش من البيت ابدا. زي مثلا البليله بقى دايما بخليها متواجده في البيت. بجيبها زي ما انتوا شايفين كده، غسلتها كويس جدا وصفيتها، وهنزل عليها بميه سخنه. هسيبها تتنقع حوالي ساعتين، وبعدين هعلي عليها النار شويه. وبعدين بعد ما اعلي النار وتاخد لها 3 4 غلوات، ههدي عليها النار خالص واسيبها تستوي وتفتح وتفشر لغايه ما تستوي. حطي بقى عليها حليب، حطي عليها كريمه، حطي عليها شويه من القرفه، عسل، حطي عليها شويه نشا كده وتبقى عاشوره زي ما تحبي اعمليها. بصوا الفول خلاص هنقله بقى ايه ورا. والبليله بتاعتي حطيتها على نار بقى هاديه. ودلوقتي هعمل الغدا. هعمل غدا ايه؟ هعمل كشري اسكندراني. العيش، عايزه اقول لكم من الاكلات اللي انا بموت فيها، كنت بحبها جدا 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 من ايد ماما، ربنا يا رب يخليها ويديها الصحه ويبارك لنا في عمرها.
عايزه اقول لكم انا بعشقها بعشقها، بحبها جدا، يعني لو كلتها كل يوم ما بزهقش جدا ابدا ابدا منها. وبعمله حلو جدا، بيبقى طعمه حلو جدا. الحركه بتاعت البصله دي اللي انت بتقليها الاول في معلقه سمنه ومعلقه زيت، عايزه اقول لكم بتنقل الكشري في حته تانية خالص. يعني كل اللي بياكله بصراحه من ايدي بيعجبه جدا جدا. جربوه لو مش بتعملوه بالبصل، والله العظيم مش هتندموا. ماشي. انا شوحت الكشري كده بعد ما غسلت العدس والرز، وشوحته كده مع البصله والزيت. هنزل عليه بالتوابل، ملح وفلفل وكزبره وكمون. وبحط شويه من البهارات الخضار اللي انتوا شايفينها دي، بهارات خضار انا بشتريها من شوك، حلوه جدا، بتدي نكهه حلوه قوي 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 للاكل. هقلب بقى الرز بقى بالحاجات دي كلها، والفلفل الاسود طبعا ما نستغناش عنه ابدا في اي حاجه. فبقلب الكلام الجميل ده كله زي ما انتم شايفين. وبعدين بنزل بالميه السخنه عليه. عايزه اقول لكم حطيت كمان شويه من الكركم، عشان الكركم مغذي جدا، مفيد جدا لصحه العظم وبيمنع التهابات الاعصاب والتهابات العظم، حاجه كده رهيبه. فوائده بتبقى عاليه جدا، عايزين ندخله في كل الاكلات، وبيدي لون حلو جدا للكشري. ماشي. زودت الميه بتاعتي الكشري عشان نطلعه مفلفل كده، ما يبقاش معجن ولا مكتوم. يعني بقلل له الميه شويه. يعني لو هتحطي 5 كوبايات ميه هتحطي 4 كوبايات، لا نقصي نص كوبايه. ماشي. وسيبيه على نار هاديه خالص، يعني بعد ما بيغلي ويتشرب الميه بيتعمل معامله الرز العادي خالص. وبعدين هدي عليه النار وخلاص. عملنا بيض مسلوق، رشينا عليه شويه ملح وفلفل، وقطعنا سلطه، وحطينا مخلل البيتي اللي احنا كنا مخليينه مع بعض، وقطعنا بطاطس كده. وده كان غدانا، ربنا يديمها يا رب نعمه ويحفظها من الزوال. مش عايزاكم تنسوا اللايك والكومنت الجميل، واشوفكم على خير. باي باي.